السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناة ملعب أبو الكباتن في كل مكان. حلقة جديدة وفيديو جديد هنستعرض فيه أهم وآخر أخبار النادي الأهلي والمباراة المرتقبة، مباراة الدوري ومباراة الصدارة والابتعاد بالصدارة عن بيراميدز المنافس الأقرب من الأهلي. مباراة الأهلي وسموحة، نعم سموحة اللي اتغلب من الزمالك 5-1، سموحة اللي كان فتحها شوارع. يا ترى هيكون موقفه ايه قدام النادي الاهلي، والمباراه امتى، والتشكيل ده كله هنتكلم فيه مع حضراتكم. ومفاجات كولر، مفاجاه كولر في تشكيل الاهلي لاحمد سامي. مش بس كده، كمان هنقول شوف موقف كولر مع صلاح محسن والاشاره، وهل تم استبعاد صلاح محسن بسبب ما فعله ولا ايه بالظبط. النهارده يا جماعه هنقول كل حاجه، ولكن كما عودناكم نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولأول مرة حضراتكم بتتابعونا على اليوتيوب، فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط بلاك عشان يصلك كل جديد. الأهلي عودنا إن الدوري في الجزيرة بأقدام لاعبيه، بعرق لاعبيه، بمجهود إدارته التي لم ولن تتأخر عن أي طلب لمجلس إدارة النادي الأهلي، سواء كان لجنة تخطيط أو جهاز فني. الأهلي هيقابل سموحة بكرة، المباراة يوم الثلاث الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب المقاولون العرب، الملعب اللي أغلب كل الأهلاوية ما بيتفائلوش بيه. تخيل، أيوه، بتروسبورت، السلام، المقاولون العرب، في كم ملعب كده وشه مش حلو على الأهلي. ملاعب ضيقة، الاهلي بتاع مساحات، عشان تلعب كرة عرضية من الاوت الاوت بتلاقي الكرة مع شدة الهواء في الملعب بتلاقيها فقدت يعني توازنها لوصولها مع اللعيبة. ولكن الاهلي هيلعب، لان دي مباراة مقاول عرب، فالاهلي هيلعب. الاهلي هيلعب وعينه على ال3 نقط، لان اقرب المنافسين للاهلي حاليا بيراميدز، كل فريق 13 نقطة، ولكن الأهلي في الصدارة بفرق الأهداف. طيب إيه الفرق بين الأهلي وبيراميدز؟ إن بيراميدز لعب مباراة زيادة عن النادي الأهلي، ودي لصالحنا إحنا. عشان كده بقول الأهلي داخل على كل مباراة وعينه على ال3 نقط، لا بديل، لا بديل، لا وقت للتعثرات. فعشان كده كولر هيفاجئ سموحة بتشكيل. هل تشكيل الأهلي أمام ميدياما الغاني هو؟ لا، لان الاهلي بيفاجئ. المباراه اللي فاتت صلاح محسن نزل فيها بديل وسجل، النهارده بيستبعد صلاح محسن. هنقول السبب. الاهلي النهارده بيقول الشناوي في حراسه المرمى، قدام منه ياسر ابراهيم وعبد المنعم، كريم الدبيس، محمد هاني. في النص قفشه واليو ديانج، قدام منهم امام عاشور، كريم فؤاد، حسين الشحات. والمفاجاه بقى ان هو حط بيرسي تاو مكان كهرباء. انا ما اعرفش هل بيرسي هيقوم بمهام كهرباء؟ طب فين كهرباء؟ احنا عارفين مودست غايب للاصابه. بيرسي بيجيد اللعب في الحته دي، ولكن الحته المفضله بتاعته المكان الاساسي. فهل كولر بيباغت او بيحاير الجهاز الفني لسموحه وممكن يفاجئوا بقى بتشكيل قبل مباراه احنا ما نعرفوش؟ الله اعلم. بس انا كوالكباتن ارجع واقول حاسه هيبدا بكهرباء، دي ما فيهاش كلام يعني. غيابات الاهلي: علي معلول الاصابه، مودست للاصابه، صلاح محسن لم يستبعد نهائيا، عشان السوشيال ميديا بقى والمحللين اصحاب الفتن بقى اللي يقول لك تم استبعاد صلاح محسن عقوبه بسبب اشارته والكلام ده كله، هس ومش هس وجهاز. مفيش ابدا. ده ممكن يدفع بيه في الشوط الثاني او في اخر الشوط الثاني، ولكن استبعاده لم يكن استبعاد قاطع. كل التوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله ال3 نقط يكونوا في جيبنا، وباذن الله سموحه
يكون هو اللي كان سموحه امام الزمالك هو اللي يكون قدام النادي الاهلي. اشوفكم على خير، انتظرونا باذن الله تعالى في كل فيديوهاتنا. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.